الالوان الاكريليك زي ما احنا عارفين ان هي الوان ثابته بطبيعتها، يعني احنا بنستخدمها على الكثير من الاسطح، واول ما بيتجف الالوان الاكريليك دي بتلاقيها ثابته على السطح ثبات عالي جدا. لكن احنا كمان بنحتاج نحط لها طبقه حمايه. طبقه الحمايه دي بتحافظ عليها من الخدوش، وكمان بتديها مظهر براق كده وزاهي. بصوا معانا، الالوان بتصبح مش بتصبح غامقه لما بنحط طبقه الحمايه دي، ولكنها بتصبح ازهى. اللون بيبقى زاهي جدا زي ما احنا شايفين كده. شايفين الفرق؟ هي الالوان مش بتغمق، ولكن الالوان بتوضح، بتبقى ازهى، بتبقى شكلها جميل جدا بجد لما بتاخد طبقه الحمايه دي. في فيديوهين انا عاملاهم علشان حمايه المنتجات بتاعتنا، ازاي نعمل لهم طبقه الحمايه او الفينش الاخير. هسيبهم لكم ان شاء الله في الوصف عشان تشوفوا ازاي نفنش الشغل بتاعنا بجوده عاليه جدا. بصوا كده كمان معايا هنا. طبعا لما بنيجي نستخدم الحمايه دي بنستخدمها بفرشه زي ما انتم شايفين، تكون يعني خفيفه جدا، وتكون الشعر بتاعها ناعم قوي. يعني نستخدم الفرشه المروحه، يا اما بنستخدم اي فرشه تانية تكون الشعر بتاعها ناعم، ونتاكد ان احنا نكون هنعرف ننضفها كويس علشان ماده الحمايه دي ما تمسكش في الفرشه والفرشه بتاعتنا تبوظ وما نقدرش ان احنا نستخدمها تاني. طبعا هسيب لكم كل التفاصيل دي ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو علشان تشوفوا احنا بنفنش الشغل بتاعنا ازاي. شايفين الوضوح والجمال بتاع الالوان لما بنضيف طبقه الحمايه عليها قد ايه بتديها زهاوه وجمال. وطبعا الالوان الاكريليك هي كده كده يعني ممكن ان احنا نغسلها، ما بيجي عليها ميه مش بتتاثر، ولكن الحمايه دي كمان بتضيف لها رونق وبتديها جوده كده وجمال زي ما انتم شايفين. يا ريت تكتبوا لي برضو في التعليقات انتوا بتشوفوا الفيديوهات بتاعتي دي منين. بفرح جدا بكل الناس اللي بتتابع القناه. ما تنسوش تعرفوني رايكم في الفيديوهات، ولو ليكم اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتس وانا ان شاء الله هرد عليكم. بصوا اللون الاسود لما بنحط عليه الحمايه، شايفين الفرق بين الجزء اللي عليه حمايه والجزء التاني؟ مش كنا هنحس ان في فرق خالص او ان في مشكله في اللون لولا ان احنا حطينا عليه الحمايه، فشوفنا قد ايه هو زاد جمال. انما من غير حمايه انتوا شايفين برضو بيبقى شكل اللوحه او المنتج بتاعنا حلو قوي، ولكن لما بنضيف طبقه الحمايه بيبقى اجمل وبيبقى ازهى، وطبعا بيحافظ عليه ضد اي خدش، فبيبقى حاجه مميزه جدا. ويا ريت تكتبوا لي برضو انتوا محتاجين تشوفوا ايه في الفتره الجايه، ايه اكتر فيديوهات بتحبوها. وما تنسوش بقى اللايك واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. مع السلامه.